طبعًا أنا عملت معاكم الكيك كتير جدًا، جدًا في فيديوهات كتير، وأنا باحب أشتغل بالسبونج الجاهز، وبرضه عملت طريقة السبونج البيتي. لو حابين تعرفوا طريقة الكيك الهش الجميل الحلو جدًا اللي قدامكم ده، هتلاقوني إن شاء الله عندي على الصفحة، ولو مش عارفين اسألوني وأنا هاديكم الرابط بتاعه. الأول السلام عليكم، أنا نشوى إبراهيم كيك، باحب جدًا تزيين الكيك والتورت، باحب إن أنا أقدم الوصفة تكون سلسة أي ست بتقدر تعملها. التورتة النهارده دي اللي إحنا هنزينها وهاتكلم عن القصة بتاعتها. هو أول حاجة التورتة اللي قدامكم دي 6 طبقات فانيليا وشوكولاتة، حشوهم من جوه كريمة لباني وكريم شانتيه وجناش شوكولاتة وأناناس وبندق. أناناس اللي هو كمبوت. أنا استخدمت فيها نص كيلو سبونج، حطيت ربع كيلو سبونج في صينية مقاس 22 وربع كيلو سبونج في صينية مقاس 22 شوكولاتة وفانيليا كل واحد لوحده. ربع كيلو بياخد 3 بيضات بس، وعليهم ربع كوباية مية ومعلقة خل ونص معلقة فانيليا أو ربع معلقة فانيليا. بعد ما خبزتهم وحشيتهم وحطيتهم في التلاجة طلعتهم وابتديت ان انا ازينهم. فكرة التورتة بتاعت النهاردة او تزيين تورتة النهاردة هو عبارة عن تورتة لطفل مولود لسه. آه، كان عايزين درجات اللون اللبني، فانا حطيت اول طبقة من تحت ابيض، وبعد كده لونت الكريمة بتاعتي بلون ازرق فاتح شوية، وخدت معلقة من اللون الازرق الفاتح حطيتها على لون ابيض، فخدت 3 درجات: لون لبني فاتح خالص ولون ابيض ولون ازرق شوية. حطيتهم زي ما انتوا شفتوا كده وجلست التورته. جبت عجينة السكر، فردتها بالنشابة وخدت منها مستطيل طويل كده ابيض، قطعته بالقطعات بتاعة السحاب من على الحروف علشان خاطر يديني المنظر بتاع الاطار اللي انا هحط عليه الاسم. كتبنا ويلكم بيبي ادم برضو بالقطعة بتاعة الحروف. لو حابين ان احنا نعمل فيديو مخصوص عشان تقطيع عجينة السكر بقطعة الحروف ونقول التكات اللي بتحصل ايه، ونشوف الشريط اللي من بره ده بنعمله ازاي هقول لكم. هنا حطيت اشكال من الشوكولاتة اللبني، اللي انا قلت لكم عليها ان احنا بنعملها بنلونها برضو. الفيديو بتاع تلوين الشوكولاته ده موجود على الصفحه، ولو حابين اللينك بتاعه هقول لكم عليه. بنعملها باشكال السيليكون او اللي بالسيليكون، بنحط فيها شوكولاته ملونه بتديني منظر الدباديب والعربيات والحصان اللي انتوا شايفينها. السحاب ده عجينه السكر، انا قطعت عجينه السكر وحطيتها على نشا وسبتها في الفرن وهو سخن بعد ما طفيت عليه لتاني يوم، فنشفت معايا شويه. بحطها في خلات الاسنان وببتدي ازين بيها، وبحط سبرينكل صغير بقى ونجوم وحاجات ملونه وكده، وكريسب كبير ملوناه برضو. وعندي طريقه تلوين الكريسب عشان يبقى لون اللؤلؤ كده بالدست الابيض. دي كده كانت التورته بتاعه الولد. الحبه اللي جايين بقى ان شاء الله ده الشكل النهائي بتاعها، وكانت مرتفعه وجميله ما شاء الله برضو. الجزء التاني من الفيديو احنا هنصور، يعني هنعمل نفس ستايل التورته بس على بناتي. مش محتاجه ان انا اتكلم معاكم فيه كتير، انا هسيبكم ان شاء الله انتوا تتفرجوا، لان هي نفس الفكره بالظبط، مع اختلاف بس الالوان وحاجات معينه كده حطيناها، ومع اختلاف ان التورتايه كلها كانت شوكولاته. هما ما كانوش حابين كريمه فكانت كلها شوكولاته. التورته اللي فاتت كانت مقاس 22، التورته دي كانت مقاس 18، اخدت مني ربع كيلو سبونج جاهز. التانية كانت واخدة نص كيلو، غطيناها برضو بطبقة من الكريم جانتيه البينك، وهنعمل نفس اللي احنا عملناه هناك بس مع اختلاف الدرجات واختلاف التزيين في حاجات بسيطة. وهتمنى الفيديو يعجبكم، واتمنى اسمع رايكم في الكومنتات، ولو في اي استفسار عن اي حاجة انا معاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.